السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. صباح الفل عليكم يا حبايبي، صباح الحلويات، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. بصوا بقى هنعمل ايه. هنعمل كفتة، شايفين جمالها وحلاوتها دي؟ جميلة جدا وطعمها وطراوة ما اقولكوش. بصوا بقى يا حبايبي، ديت عبارة عن ايه؟ فلفل وديت كوسة، ودوت ايه؟ جزر مبشور. ماشي. يبقى فلفل وبصل وكوسة، وفلفل وبصل وكوسة وجزر مبشور. ماشي يا حبايبي. هنضربها في الكبة كويس جدا كده. ده الخضار اللي هنحطه فيه. دي عبارة عن توم مدقوق، فصين من التوم او 3 فصوص. ودي التقه اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا بحطها في كل حاجه. هي تقه شتيطه كده، شتيطه حمراء، بجيبها من الكبه واضربها كويس واقوم حطها في الفريزر. بتتحط على حاجات كتيره جدا. ان شاء الله هعملها لكم قريب. بصوا بقى ديت ايه عبارة عن ايه. ده بعد ما طلبتها خدتها لفة كده. ديت عبارة عن ليا. ماشي يا حبايبي، ليا برضك انا حطاها في الفريزر. طربها في الكبة وحطاها في الفريزر. ماشي. يعني في الاعياد وفي المناسبات وكده بتبقى عندنا ليا، بنضربها ونخزنها في الفريزر. بنحتاجها في حاجات كتيرة. طبعا اللحمة الصدور الفراخ دي بتبقى ايه؟ بتبقى ما فيهاش اي دهون، فهي بتحتاج الدهون دي. فحطيت لها ايه ديت اللي هي دي. انا بضربها كويس، بسيحها على النار وبضربها وباخد منها ايه؟ ال- السمنه بتاعتها. والباقي بقوم ضربها وحطها ان شاء الله هبقى اعملها لكم قريب ان شاء الله. شفنا جبنا الصدور بقى، ضربناها في الكبه زي ما انتم شايفيني كده. صدور الفراخ ضربتها في ضربتين 3 في الكبة. شوف بعيد كذا مرة عليها، بس بنزل بالجناب. آه، بنزل كل اللي في الجناب وارجع تاني اعيدها تاني كذا مرة لغاية ما نعمل زي ما انتوا شايفين كده. مش هنضربها في الكبة طبعا، هنحط الخضار زي ما الخضار اللي احنا ضربناه مع اللية مع كله حطيناه. هنجيب كيسين بوشطار. طبعا كيس البوشيطار ده من اللي هو سوبر ماركت، من اي عطار عندكم. وحطيت بقسماط كان عندي. بقسماط مطحون. يعني عيش مطحون محمصاه ومطحون. ودي شبت وبقدونس، وهنتعكها جامد جامد يلا بايدينا لغايه ما تنعم معانا خالص. يعني هنتوه كل ده في التعك جامد لغايه ما ايه. هندعكها لغايه ما تبقى احسن من الكبه كمان. يعني احسن من ان انتي تتعجيها تعمليها في الكبة. ماشي يا حبايبي. هنقعد ندعك فيها جامد كده. ده عبارة عن معلقة سمسم. يلا نحط التوابل. معلقة سمسم. السمسم ده بيبقى حلو جدا للعظام في الجسم، وليه فوائد كتيرة جدا، فاستخدموه في حاجات كتيرة. ديت حبهان بودر. وده فلفل معمول على قرنفل. ده ملح، 3 معالق من الملح، 1.5 معلقة من الملح. ماشي يا حبايبي. ربع كيلو فراخ. بصوا بتعمل لك كمية جميلة جدا من الكفتة. يعني توفير توفير يعني. بصوا بقى دي بابريكا. ماشي يا حبايبي، مش هنحط توابل كتير قوي يعني. دي بابريكا ودي كركم، بس ده اللي هنحطه يلا. وهنتعجى جامد يلا بيها بالتوابل بكله. على فكرة السمسم كمان بيشرب اي سوائل بتبقى في قلب ال اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اي سوائل بتبقى في قلب يعني في قلب الكفتة. هي بتشربها، السمسم بيشربها. ماشي يا حبايبي. بيديها طعم حلو، وفي نفس الوقت هو مش متحمر ولا حاجة. هو سمسم عادي خالص. ما تحمرش وملوش اي ريحة ولا اي نكهة. بس هيديها طعم وغذا كمان لايه، لنا ولأطفالنا. عشان ايه بيقولوا؟ طبعا انا سمعت ان ليه فوائد كتيرة جدا في الكالسيوم، يعني اعلى من نسبة اللبن كمان. ماشي يا حبايبي. يلا نقوم ايه. جبت آه، بتاع اللي احنا بنحمر فيه الشيش. جبته اللي احنا بنعمل بيه الفراخ. وقمت ايه حطاها كده زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى من جوه مفرخه كده وتبقى طعمها حلو زي المشويه بالظبط. ماشي يا حبايبي. انا حاطه زيت في قلب الطبق اللي انا بعمل فيه ده. حاطه في جنب كده زيت.
بعوز ايدي شويه، يعني حتى معلقتين، معلقه واحده بس من الزيت في جنب كده، وكل شويه بعوز ايدي واقوم عامله زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا طالعه ناعمه ازاي، شايفين؟ بعملها كده واقوم مطلعاها وعامله من التفريخه من الجناب كده. بعد ما اطلعها من السيخ، السيخ ده بتاع الفراخ طبعا، لو عندكم منه، او عندكم شيش طاووق، اعملوها على 2 مثلا وقوموا عاملينها. ماشي يا حبايبي؟ اهي شايفين؟ صبعتها كده. هنقوم جايبين الجريل بقى ومحمرينه عليه، حاطين معلقتين بس من الزيت، ما تكتروش الزيت فيها. هي هي بتحمر بطريقه حلوه جدا، ما بتشربش زيت كتير. وما تخافوش مش هتنشف منكم، لان انا طبعا لازم تحطوا ليا دهن، عندك اي حاجه للفراخ بالذات عشان تديها طراوه. وبصراحه يعني الخضار اللي فيها مديها طراوه زيادة عن اللزوم، يعني جميله جدا. وما تخافوش مش هتفك. بصوا انا ما يا دوبك يعني عملتها، ما حطيتهاش حتى في التلاجة، عملتها على طول. شوفوا، ولا فكت معاكي ولا اي حاجه. اول ما تحطها من على النار هتمسك وتبقى جميله جدا. شوفوا طالعه ممتازه، ولا مفكوك منها ولا اي حاجه يا حبايبي. ماشي؟ ان شاء الله تعجبكم الطريقه ان شاء الله يا حبايبي. وما تنسوش اختكم في اللايك والاشتراك في القناه. الله يسعدكم يا رب، الله يكرمكم يا حبايبي يا رب، ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. انتوا بوكم تعالوا لي القناه. الله يسعدكم عشان اقدم لكم كل جديد مع عندي. وده غدانا النهارده، هي عباره عن كفته زي ما انتوا شايفينها كده، عامله زي والله اكنها كفته كباب فعلا. بصوا بطاطس كان عندي محمراها، وسلطه، وهنعملها بقى في الشندوتشات كده، وهتبقى اكله ايه ما اقولكوش. ماشي يا حبايبي؟ شكرا جدا على كل تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا بتبعتوها لي. الله يكرمكم ويسعدكم يا حبايبي يا رب. مع الف الف سلامه.